35 سنة أو أكتر شوية من عمري يعني، وأنا فاكر إنه فيا حاجة غلط، فاكر إن أنا إنسان غريب كده، أو إن تركيبتي كده كإنسان فيها عيب، ومش أي عيب، عيب قاتل، عيب يعني مش موجود عند باقي الناس، عندي أنا بس. وعلى فكرة أنا أصلا ما كنتش مقتنع بحاجة اسمها ADHD والاضطرابات والكلام ده، بس سبحان الله قعدت أفكر كده، لقيت إن أنا إمتى اكتشفت إنه لأ، في سر بجد، مش كلام سوشيال ميديا والسر والكلام ده، لا، في سر، في حاجة كده في حياتي يعني حسستني انه لا، ده في حاجة بجد عندي لازم تكون مختلفة تماما عن باقي البشر اللي انا بتعامل معاهم، او معظم باقي البشر اللي انا بتعامل معاهم. ايه السر ده بقى؟ لانه هو ده اللي فسر لي بقى حاجات كتير بعدين. طول عمري مخي ما بيفصلش، كأن كده ما فيش اوف سويتش، اللي هو الزرار ده اللي بيوقف الموضوع يعني اوف. الافكار كده بتجري بسرعة رهيبة جدا، ولو ما فيش عندي مشكلة حقيقية شغلاني بجد يعني، مخي بيخترع مشكلة ومشاكل في حياتي عشان يفضل شغال ويفكر في المشاكل دي. لازم يكون شغال ويفكر على طول. طبعا النوم معركة يعني، ما اقدرش اقول لك يعني ما اعرفش انام مثلا غير وانا منهار ومنهك تماما، وبطاريتي تكون تفضى بجد يعني، يغمن عليا زي ما بيقولوا. حتى اني كنت اقعد مثلا في اجتماع اللي هو يعني ميتنج يعني، او في مناقشة مهمة وكده، فجأة كده الاقي نفسي بقى ايه، سرحت سرحان، وكل الاجتماع وكل التفاصيل في الاجتماع وكل الاجتماع ده اللي حصل فيه انا مش فاكر منه حاجه، ولا اصلا مستوعب اللي اتقال. لا، وكمان الاجتماع ده بالذات بقى كان المفروض بقى الاجتماع ده اللي هو ايه، التفاصيل في الاجتماع اللي هيوديني بقى كده مسار جديد في حياتي، شغل مهم، بزنس، فلوس كده، حاجه يعني حاجه كويسه. وبعد الاجتماع او المناقشه او اي حاجه برجع بقى ايه، انا مش فاكر حاجه ليه. وهنا بقى ادخل بقى في ايه، حاجات مش كويسه يعني، نسميها جلد ذات، كلام مش حلو لنفسي، واقول بقى انا ايه اللي بيحصل جوايا، مش فاهم حاجه، مش عارف اركز ليه كده يعني. لكن في نفس الوقت انا كنت صراحه مميز جدا، وما زلت الحمد لله في التفكير المنطقي، التخطيط، التحليل، المشاكل المعقده اعرف احلها بسهوله. الناس كلها بتركز معايا انا بالذات باهتمام لما اتكلم واكون موجود معاهم في الحوار وكده. لكن تيجي بقى تطلب مني مثلا قول لي كده الروتين بتاعك ايه، يجي لي حاله شلل، احس كده بعذاب جسدي بجد، يوجعني يعني. افضل كده باصص يعني، مثلا الناس اللي بتسال الكلام ده مستغرب يعني، انتوا بتقولوا ايه، انتوا انتوا مستحملين نفسكم ازاي؟ ايه الروتين ايه والكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ مفيش، انا عندي الكلام ده، انا بشتغل كده بالحب يعني، حاجه بحبها فيها شغفي، هتلاقيني قاعد بقى 6 8 12 15 ساعه متواصله من غير اكل ولا نوم ولا شرب ولا حمام عزكم ولا حاجه، تركيز مفرط خالص، وانسى الوقت بقى تماما، وما اخدش اصلا بالي ان في حاجه اسمها ساعه، وان في حاجه اسمها في ساعات عدت انت قاعد مش حاسس ولا ايه. لا، الاقي نفسي الليل دخل والصبح دخل وكل حاجه وانا لسه عادي ومبسوط. حاجه تانية كمان كانت مجنناني الفتره دي لاكتر من 35 سنه، دخلت مشاريع كتير جدا، طبعا فشلت كتير، خسرت فلوس كتير ومجهود كتير، والخساره طبعا دي كانت بتوقف حياتي احيانا يعني، ابدا من جديد، لدرجه اني بحس اني مش عارف اوقف نفسي يعني، فاهمين قصدي؟ حاسس كده انه في حد بيزقني للامام او بيديني شلوت في ظهري كده عشان ما اقفش مكاني، لازم للامام، في موتور شغال من الاخر كده يعني، وانا مش عارف اوقفه. حتى في كلامي مع الناس اللي بحبهم يعني، اقطع كلامهم هم بيتكلموا، واتدخل في امور ماليش دعوه بيها، واعمل اوفر شيرنج، واقعد احكي حاجات عن حياتي الشخصيه المفروض اصلا ما احكيهاش لنفسي او اقولها لكل الناس علنا على اليوتيوب مثلا. وناس تقول لي انت دايما بتتكلم عن نفسك كتير قوي يعني، مش مهتم بكلامنا احنا، عايز تسمع نفسك، تسمع صوت نفسك بس، انت مغرور يا اخي. وانا في الحقيقه صراحه كنت بلاقي صعوبه جبارة اني اوقف نفسي. انا عايز اقول يعني مخي كان بيبقى كده يعني مرعوب، مثلا انه الفكره اللي جات لي دلوقتي هنساها، لو ما قلتهاش لازم اقولها، اطلعها دلوقتي حالا. بس النقطه الاعمق والاصعب كانت في الاحاسيس والمشاعر. يعني ساعات كنت احس مثلا ان انا ما عنديش مشاعر اصلا، يعني لو حصلت مثلا حاله وفاه لحد من قرايبي، الاقي نفسي كده مش زعلان ومش متضايق، بس اسال نفسي ايه ده، انت في ايه يا ابني انت؟ انا ليه قلبي قاسي قوي كده؟ ليه بارد قوي كده؟ ليه كده انا عاق تجاه يعني قرايبي والاقربين؟ ليه كده مش عارف اعترف بالجميل؟ وتلاقيني بقى في نفس الوقت اشوف مثلا حد غريب بيمر كده بظروف صعبه حتى لو بسيطه، بتعاطف معاهم جدا من كل قلبي، واقدم لهم المساعده من وقتي وجهدي وفلوسي من غير اي مشاكل. كنت فعلا مش فاهم مشاعري ومش فاهم ايه اللي بيحصل، ليه كده؟ ليه انا احاسيسي كده تجاه الغريب كده والقريب يعني؟ هو في ايه ده كله يا حبايبي؟ ليه اسم وليه كتالوج. طبعا انا اكتشفت ده ان دي كلها اعراض اللي كانت بتحصل لي دي، واقدر ادخل في تفاصيل اكتر طبعا لكن هطول جدا. دي اعراض كلاسيكيه جدا لمخ الاي دي اتش دي عند البالغ
البالغين بالذات. وانا اكتشفت طبعا الموضوع السرحان ده مخي بيدور على اي حاجه تفرز دوبامين. لما اتكلم مثلا وكلام يبقى روتيني شويه بفصل، يعني اروح ادور بقى على فكره كده حلوه تجيب لي شويه دوبامين حلوين كده اتسلى بيهم في الاجتماع نفسه. والتبلد ده اللي كنت بحسه في اوقات الحزن ده ملوش اي علاقه بان انا قلبي قاسي ولا بارد، وكانت ديفنس ميكانيزم، يعني زي ما تقول انفصال عاطفي. انا مثلا في فتره طفولتي ومراهقتي كمان وجزء من شبابي عانيت جدا من اختلافي ده الاي دي اتش تي بالذات، يعني وانا ما كنتش عارف، ما كنتش بتعالج، يعني كنت منعزل، محدش كان فاهم يعني ازاي يساعدني اصلا. فمخي عشان يعني يحميني من الالم والانهيار عمل حيطه كده وطفى المشاعر عشان اقدر انجو واعتمد يعني على نفسي اكتر. يعني ده ديفنس ميكانيزم المخ. والدليل على اني مش انسان قاسي هو كميه التعاطف اللي كنت بحسها تجاه وجع ناس تانية اصلا، لان مخ الاي دي اتش تي حساس جدا لالام الناس وللالم. شوف يا حبيبي، انا بعمل الفيديو ده على فكره النهارده مش عشان حاجه معينه غير الفضفضه معاكم، وعشان اقول لكم حاجه واحده بس، انه انا عارف ان في ناس بتسمعني دلوقتي وحاسه جدا بالكلام اللي انا بقوله ده، او ان انا بالكلام بقوله ده بيوصفهم هم بالظبط كلمه. وانا عايز اقول لكم حاجه واحده بس، الحمد لله على السلامه. انتم كناس كبار بالغين يعني عشتم سنين طويله مش فاهمين نفسكم تجلدوها، بس انتم مش فشله ولا قاسيين ولا حاجه غريبه ولا غرباء، انتم ناس اقوياء واذكياء جدا، قدرات غير طبيعيه على النجاح، وتقدروا تكملوا باسلوب ما حدش يقدر يفهمه غيركم انتم وغيري انا اللي عندهم وعايشين الاعراض دي. انتوا بس محتاجين نقطه كده تبداوا منها، لازم تبداوا، واول نقطه تبداوا تدوروا على التشخيص عند طبيب متخصص في الاي دي اتش تي للبالغين. مجرد ما تفهم الكتالوج بتاعك وتلاقي العلاج السلوكي المناسب للموتور اللي شغال جواك ده وشغال في دماغك، وتودي الموتور ده في الطريق السريع، مش بس عشان تهديه، عشان تعرف تفرمله صح وتحطه توجهه، وتعرف توظف الامكانيات الموجوده الجباره اللي موجوده في دماغك من التخطيط والتحليل والنجاح الموجود من غير ما تستنزف روحك. انت مش محتاج والله يا حبيبي واختي الكريمه تعيشوا في صراع لحد ما تموتوا، يعني صراع داخلي. النور موجود والله، والوعي موجود، والوعي ده هو البدايه. فارجو انه الكلام اللي قلته دوت يكون حسسكم فعلا ان انتم مش لوحدكم، وانه فعلا لو بداتوا من النهارده هتشوفوا انه طريقكم ده هيبقى اوضح واوضح مع كل يوم بيعدي معاكم. اشكركم على انكم يعني سمعتوني للاخر، بحبكم جدا في الله. انا اخوكم انس، نراكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.